عارفين الستات زمان اللي كانوا بيحطوا حتة قماشة قطن كده على الشباك ويفردوها علشان التراب ما يدخلش البيت وعلشان البيت يفضل نظيف؟ تعالوا النهاردة هنقول على أفكار كده حلوة، تخلي بيتك دايما نظيف. هي عادات لو اتبعتيها، أنا بقالي فترة متبعة العادات دي في البيت عندي، وبصراحة وفرت عليا وقت كتير في التنظيف. يعني آخر الأسبوع لو غيرت ملايات السرير كده ومسحت البيت، هتلاقي البيت بتاعك بقى نظيف. وأحلى عادة اتبعتها في حياتي الفترة اللي فاتت وفرقت معايا جدا في نظافة البيت، وهي ان انا كل يوم انضف شباك واحد بس. وانا بنضف كده، هي الفكره جات لي في ان انا اصلا كنت بستخدم المكنسه الكهرباء في تنظيف الشبابيك. فكنت ما بحبش يعني استخدم المكنسه الكهرباء لفتره طويله كده وانا بنضف. فقلت لا، كل يوم هعمل شباك. فبص، لقيت الموضوع ريحني قوي في ان انا لما باجي انضف التنظيف الاسبوعي اخر الاسبوع، بلاقي شبابيكي اصلا نظيفه وما حسيتش باي مجهود فيها خالص. انا كل يوم عملت شباك واحد بس. بس طبعا فوطه ايكواي دي اللي انا بنضف بيها الصراحه يعني غنتني عن المكنسه. انا بقيتش استخدم المكنسه خالص الكهرباء من ساعه ما استخدمت الفوطه دي. وبصراحه الفوطه دي عبقريه، دي فوطه التراب من ايكواي. انا عرضت لكم فيديو بالحاجات دي قبل كده بس اتحذف، فممكن ابقى اعمل لكم فيديو تاني عن المنتجات دي، وهسيب لكم الجروب اللي بعت لي الفوط دي من تحت في التعليقات في اول تعليق. بصوا بقى، انا لما بخرج برضو دي تاني حاجه كده بتفرق معاكي قوي في ريحه الغسيل. اول ما تخرجي الغسيل على طول، دي بقى فوطه الامتصاص من ايكوواي، بحطها برضو، نفعتني قوي في الموضوع ده. انضف بيها الميه اللي بتبقى موجوده في الكاوتشه دي، لان دي اكبر حاجة ممكن تخلي الغسيل له ريحة مش حلوة لما تيجي تغسليه بعد كده. وباب الغسالة هنا انا سبته مفتوح، ودي تالت عادة اتبعتها بقالي فترة، ان ما اقفلش باب الغسالة بعد ما اشيل الغسيل منه مباشرة. لا، بسيبه مفتوح كده طول الليل لحد الصبح يفضل مفتوح، لان برضو لقيت إن دي حاجة مش حلوة يعني، بتأثر على ريحة الغسيل. هنا برضو فوطة الامتصاص، حبيت اوريكم برضو استخدام تاني ليها، وهي تلميع الرخام. بعد ما تمسحيه كويس قوي بيبقى فيه مية شوية صغيرين، لمعي بيهم الرخام. لمعي بيها الرخام، هتلاقيها هتنشفه معاكي في لمح البصر، وكمان بتلاقي الرخام بتديله لمعة حلوة كده. طيب، هنا خامس عادة بقى، وهي العادة دي فرقت معايا جدا في تطبيق الدواليب. عايزة اقول لكم انا مش بطبق الدولاب غير من يعني طلعت الصيفي بطبقه، فطلعت الشتوي بطبقه. طيب بعد كده بقى بروح جايه عامله كل ما اجي اطبق الغسيل، انا كده كده قاعده وبطبق غسيل، عندي رف مثلا متبهدل اشيله، اروح جايه مطبقاه واحطه تاني. فكده انا عملت رف واحد بس، وفي نفس الوقت انا ما ركنتهوش وما سبتهوش لوقت بقى شلت همه او كده، او اعمل الدولاب كله مره واحده لما الدولاب كله يتبهدل. لا، هو لو عندك رف متبهدل، انت خدي القرار على طول ان انت وانت بتطبقي الغسيل، اي رف قدامك متبهدل طلعيه على طول واعمليه. انا اصلا يعني لما باجي اعمل الحركه دي مش ببقى هنا على الكنبه، انا ببقى قدامي الدولاب، بقعد كده على السرير اطلع الرف المتبهدل كده واطبقه واحطه في الدولاب في وقتها يعني. بس انا علشان تصوير وكده، فقلت فالحركه دي نفعتني في ما بشيلش بقى هم الدولاب. لا، مش بياخد معايا اصلا اي وقت، لان مش بيتبهدل كله مره واحده. اكتر عادة برضو نفعتني جدا بقى في تنظيف التلاجة، وبقت فارقة معايا قوي في نظافة التلاجة، وبتخلي التلاجة على طول معايا رايقة، ان انا اي رف يفضى في التلاجة اغسله على طول. يعني ما خليش ان التلاجة تبقى ليها تنظيفة، لازم ان انا انظف التلاجة تنظيفة كل شهر ولا لا، هو اول ما الرف يفضى او عليه مثلا حاجة بسيطة كده، بشيله واخده اغسله وادخله تاني. الدرج برضو، الادراج بتاعت الطماطم، بتاعت الادراج بتاعت التلاجة يعني، اللي بحط فيها الخضار دي، الدرج لما يفضى، انا مثلا الدرج فيه كام حبايه طماطم كده وانا عايزاهم، بروح جايه شايله الدرج خالص، اخده بالطماطم اللي فيه انا هستخدمها، واروح جايه غاسله الدرج. بتتعاملي معاه بقى كانه طبق، كانه حله، اللي هو حاجه عاديه في وسط المواعين يعني. فبتلاقي تلاجتك نظيفه وانت مش ما عملتيش مجهود. من الحاجات اللي بنتعامل معاها برضو معاملة الحلل والأطباق، هي طاسة الزيت. لو اتعاملتي معاها معاملة ان دي عادي حلة يوميا انت طبختي فيها فلازم تتغسل، ففضي الزيت كده واغسليها. هتلاقيها على طول هتفضل معاكي نظيفة، مش هتحتاجي ليها تنظيفة جامدة او منظفات للدهون والكلام ده. الحوض بتاع المواعين لو غسلتيه على طول كأنه حلة
من ضمن الحلل اللي انت غسلتيها كل يوم، خلاص الحوض بتاعك هيفضل برضو شكله حلو ولطيف ومفهوش اي حاجة. هنا برضو البرطمان بتاع الدقيق خلص معايا، فروحت جايه سامحوني بقى علشان انا عندي برد. برضو برطمان التوابل، اي برطمان يخلص عندك اغسليه على طول. الحاجات دي فعلا انا لما مشيت عليها بقالي كده مثلا 3-4 شهور ماشيه على النظام ده، ان انا مركنش وبعدين ابص الاقي الدنيا تتبهدل معايا. فلقيت ان الحاجات دي اصلا هي مش بتاخد وقت خالص مني، يعني اللي هي خلاص هي بقت عادات وبقت حاجات موجودة كده في روتين اليومي، فاللي هي بتخليكي من غير ما تحسي تلاقي بيتك خلاص بقى نظيف. انا عارفة ان في ناس كتير مننا بتستسهل المقشة كده اللي هي المكنسة اليدوية، يعني في ان هي تشغل المكنسة والكيس يتملي وتنظف الكيس، وممكن مثلا تحس ان هي كمان المقشة بتنظف اكتر من المكنسة. بس هقول لكم على حاجة بسيطة جدا، ودي كانت نصيحة من اختي يعني لاحظتها بعد ما بطلت تكنس بالمكنسة فترة كده، ان المكنسة اليدوية بتعمل تراب على الحيطان، بتعمل عفرة بسيطة انتي مش بتشوفيها. فبعد فترة هتلاقي ان الحيطان عندك فعلا، وده اللي لاحظته بعد انا استخدامي انا كمان، بعد ما اختي قالت لي خلتني انا لاحظت انا كمان ان الحيطان بقى يجي عليها تراب. انا كنت مفكراه من الشارع، لا ده غير كمان ان بعد فترة بتلاقي السجاد بتاعك بقى فيه تراب، بقى تحته تراب، اللي هو الترابة الناعمة قوي الغبار ده. فالمكنسة الكهرباء بقى بتمنع الكلام ده. هي عيبها ان هي بتسحب كهرباء كتير، بصراحة المكنسة الكهرباء بتسحب كهرباء كتير، بس هي ميزتها ان هي مش بتخلي فيه تراب في الشقة، الحيطان مش بيبقى عليها تراب ولا الستاير ولا الكلام ده كله. غير بقى ان انتي لو نضفتي الكيس بتاعها كويس هتنضف معاكي كويس. ده غير كمان انها مريحة في الاستخدام، وكمان ما بتضطريش ان انت تشيلي الفرش كتير، حتى الفرش الصغير اللي هو المشايات الصغيرة مش بتضطري ان انت تشيليها كتير. فانا شايفة ان انت لو نضفتي كيس المكنسة كل اسبوع مرة، ده هيوفر عليكي تعب ووقت كبير جدا في تنظيف البيت. كمان من العادات اليومية اللي دي بقى انا ما بستغناش عنها من وانا صغيرة خالص كده، من قبل ما اتجوز اصلا وانا في بيت اهلي، ان انا كل يوم لازم الفوط اللي انا استخدمتها في المطبخ لازم اغسلهم شوية كده مسحوق، واروح جايه غسلهم على طول ونشرهم. دي اساسي لازم، ده بقى بيريحني طول النهار في ان انا بصوا انا اكتر حاجة بكرهها ان انا استخدم فوطة مش نظيفة، في ان انا انضف بيها او امسك بيها حلة او كده. فاحب دايما الفوط بتاعتي تبقى نظيفة، فهم مش بياخدوا 5 دقايق خالص في غسلهم ونشرهم، بس دي حاجة كده جوايا بتريحني نفسيا الصراحة. بس كده ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وقولولي كمان في التعليقات افكار بتريحكم في تنظيف البيت وبتحافظ على بيتكم ان هو يكون نظيف. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.